اوعى تلوم حد على الحال اللي انت عليه النهارده. سهل قوي انك تلوم حد في عيلتك او صحابك او البلد او الى اخره على حاجات اثرت فيه، اكنك بتقول لنفسك انا ما عنديش القدره على اني اعمل اي حاجه. ولكن في الحقيقه انت عندك كل المقدره على انك تعمل حاجات كتيره قوي دلوقتي. اللي حصل زمان، وفعلا ما عندكش القدره على انك تغير ده، بس دلوقتي في ايدك. بطل تحط نفسك في وضع الضحيه. كلنا كنا ضحايا في مرحله من مراحل حياتنا واكتر من حياتنا. قوم اعمل، كمل اللي عليك، غير حياتك وابتسم، حافظ على مبادئك، اتمسك بيها كويس. اسهل بكتير من انك تفضل متمسك بمبادئ دي مش هتنفعك بحاجه ومش هتعمل حاجه، مجهودك هيضيع، ومجهودك سواء كبير حاول تتمسك بيه على قد ما تقدر. بس المبدأ بتاعك لو انكسر مرة، المرة اللي بعدها بيبقى أسهل، واللي بعدها أسهل، واللي بعدها أسهل. وقتها بيبقى صعب جدا الرجوع والتمسك بالمبدأ ده اللي انت ضيعته تاني. مبادئك هي اللي بتكون شخصيتك، اوعى تفرط فيها لأنها لو راحت مش هترجعها تاني. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.